مرة جالي كلاينت وقال لي يا دكتور أنا ضرسي ده خلاص وجعنا جدا وعملنا عليه أشعة وشفنا كل الحاجات اللي ممكن تنفع، وللأسف الشديد طلع ضرسه ده خلاص هوبلس ولازم يتخلع. راح سألني سؤال محوري وقال لي يا دكتور هو أنا ينفع أزرع بعد الخلع مباشرة في نفس الجلسة وفي نفس اليوم؟ والإجابة يا صديقي كانت على حسب. على حسب إيه بقى؟ اول حاجه قلت له يلا نعمل اشعه ثلاثيه الابعاد علشان نشوف العظم اللي تحت الضرس اللي انت هتخلعه ده حجمه قد ايه، يعني ارتفاعه قد ايه، عرضه قد ايه، صلابته قد ايه. لو لقينا ان العظم اللي تحت الضرس اللي احنا هنخلعه ده حجمه وكميته كفايه ان احنا نثبت فيها زرعه بعد ما نخلع مباشره، ابشر يا صديقي احنا كده هينفع نعمل زراعه فوريه ونزرع على طول بعد ما نخلع لك ضرسك ده مباشره. طب اقول لك على كبيره، احنا ينفع كمان نركب على الزرعه دي بعد ما نخلع مباشره برضو في حالات معينه لو وصلنا فيها لحاجه اسمها برايمري ستابيليتي عاليه. يعني ايه يا دكتور برايمري ستابيليتي عاليه بقى؟ ما تصعبهاش علينا. يعني واحنا بنربط الزرعه قدرنا نربطها على تورك او على قوه معينه عاليه كويس تكفي ان احنا نحط حتى كمان تركيبه مؤقته فوق الزرعه نفسها بمجرد ما احنا خلعنا وزرعنا كمان في نفس اليوم، وكمان ركبنا في نفس اليوم حاجه مؤقته على الزرعه نفسها علشان لو هي سنه اماميه او شكلها باين مثلا. فبينفع؟ ايوه بينفع، لكن ليه شويه شروط بسيطه لازم ناخد بالنا منها ونحطها في الاعتبار، عشان الزرعه نفسها بالكراون ممكن يقعوا منك في اي وقت لو انت عملت ده والعظم عندك ما كانش قوي بما فيه الكفايه، او البرايمري ستابيليتي او قوه ربط الزرعه ما كانتش عاليه بما فيه الكفايه. لكن احيانا بيبقى في خراج كبير تحت الضرس اللي احنا هنخلعه، وبالتالي عامل تآكل كتير جدا في العظم اللي تحت الضرس، وبالتالي مفيش عظم كفايه اصلا نحط فيه الزرعه عشان نركب عليه. يبقى هنا ايه الحل؟ الحل ان احنا هنخلع وهنستنى 3 شهور علشان يبدا يتكون عظم مكان الخراج ومكان الضرس اللي اتخلع ده، نحط فيه الزرعه. وقتها ممكن برضو لو ربنا قدرنا والبرايمري ستابيليتي كانت عاليه نقدر ساعتها نركب عليها برضو تركيبه فوريه وتبقى الدنيا عندك زي الفل. فتعالى نعمل أشعة ثلاثية الأبعاد ونشوف أنسب وقت للزراعة وأنسب وقت للتركيب عشان نرجع لك فيه سنتك وابتسامتك زي ما كانت وأحسن. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، واستنوني في فيديو جديد. سلام.